من لديه خبرة ورؤية في العمل السياسي بكل تأكيد يستفز من بعض المفاجآت أو يستفز من أغلب المفاجآت، لأنه في الخيارات السياسية في الاحتمالات موجودة حلول. شخص يعني أنا أتفق أيضا، لا أقدر أقدحه ولا أقدر أمدحه، لكن لا أعرف تاريخه السياسي، لأنني أتحدث عن بلد اسم العراق، بلد معقد مركب، جنوبه يضحي بلا مقابل، وسطه ملوك يعني باسم الدين، غربه متعطشين. ملوك باسم الدين؟ يعني شوف متعطشين، ما بدي احكي لك كأكاديمي، متعطشين للسلطة وبأي ثمن دماء، وشماله طموح شعب وساسة لصناعة دولة كردية. لذلك نحتاج إلى رئيس وزراء يفقه أن لديه بلد معقد مركب، وهذا البلد ليس من السهل أن يدار خلال 4 سنوات، وهو لديه تراكمات كبيرة جدا، ولربما هذه التراكمات كانت بحالة سلبية. تحدث جزء منها الدكتور علي السيادة، تحدث منها عن المشاكل اللي تصيب العراق عندما تصاب دول الجوار، تحدث عن القاسم المشترك اللي موجود في كل دول العالم هي الوطنية، يعني القاسم المشترك في كل دول العالم الوطنية، والوطنية تستطيع من خلالها أن تذيب كثير من الصعاب إن توفرت، وإن اختلت حتى لو تجيب كيسنجر يمكن ما يجيد يعني عملية إدارة العراق، لأسباب. العراق تاريخيا صعب جدا، يعني أنا أقول الله يعينه يعني، ويحتاج دعم ويحتاج مساندة، لأنه الخطأ في العراق خطيئة والصح في العراق خطوة. وبالتالي ربما هذا الرجل إذا كان مدعوم، خصوصا أن الفواعل الخارجية فواعل كبيرة ومؤثرة بالتأثير حقيقة، ليس فقط على مستوى رئيس الوزراء، حتى على مستوى رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. صح. لكن بشكل عام هو مرشح الإطار الكتلة الأكبر، القوى السياسية الأكبر، لديها انتشار أفقي أكثر من بقايا القوى السياسية، وإذا ما تضامنت في العلاقة مع رئيس الوزراء وتعاضدت بكل تأكيد ستكون هناك خطوة للأمام، لأن لا أعتقد أن هناك شخص يأتي إلى إدارة الحكم في العراق يريد أن يفشل أبدا أبدا. يعني حتى الدكتاتوريات كان في منظورها في رؤيتها رؤية كما ترى من الزاوية التي تراها، لكن عندما أجد يعني مثلا الفارق العمري، عدم وجوده في محفل سياسي، يعني ما قرأت لأني مقالة على سبيل المثال أو ككاتب، لم يكن حزبيا كما أشار الدكتور. هذه كلها معايير النجاح يا دكتور؟ طبعا هذه كلها معايير تعتبر معايير النجاح؟ أنا أتحدث عن بلد صعب جدا. يعني إذا تتذكر الفترة الأولى اللي استلم بها السيد المالكي، نجح في أن يخلق الاستقرار، ووجد خصومة لهذا النجاح أكثر من المؤيدين، إلا إذا تتذكر التظاهرات والاعتصامات وقادمون يا بغداد، وهي ليست نتيجة أخطاء رئيس الوزراء،